عسلامة. عسلامة. شنو هي طلباتكم اليوم نهار عيد الثورة؟ احنا اليوم جينا نحيو ساعة الثورة لأنها الثورة حب يغيبها قيس سعيد. ثورة 14 جانفي جبناها بدم الشهداء وما ننسوهاش، وهذيك الأصل. واحنا جايين اليوم نحتفلوا بالثورة وجايين نعبروا على قناعاتنا أنه الدنيا غلات، أنه البلاد غلات، انعدام كل شيء في البلاد. دونك احنا بالنسبة لنا نقولوا له امشي 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 قيس سعيد، ارحل. حكمة اللي عملوا الانقلاب أقل من هذا مش في صالح تونس. وسبب وجودك أنت اليوم في عيد الثورة مع الشعب التونسي؟ نحتفل الحراري يحتفلوا ب 14 جانفي، المنقلبين ما يعتبروش عيد، باش نأكدوا له راهو لا تتحكم فينا ولا تقررنا دستور ولا حكومة ولا قوانين ولا تقرر في عيادنا وقتاش. احنا نقرروا وقتاش نفرحوا، الأحرار يحتفلوا ب 14 جانفي، المنقلبين كابوس بالنسبة لهم 14 جانفي ومش يبقى كابوس. جيت شنو السبب نتاعك اللي جيت اليوم باش تكون مع الشعب؟ حرية، جيت بالعيد، عيد حرية، عيد. أنا كنت نساحة 5 مرات 6 مرات ساحة في أيام المخلوع، كنت ساحة 6 مرات. ما عنديش حق باش نروح النفطة، يلزم معايا بوليس. يا سادة يا قتال أرواح، يا باقي، يا سراب، يا مجرمين. صادق يحرش اخويا قال له برمشي صوت وقتله. ما هي تلوج على تونس، تلوج على دول العرب تنجح، ما تتبعش تنتبع هو استعماري مجرم. جيت من بليز، جيت من بليز، جيت على المسألة هذه. ربي سبحانه ظهر لهم، التاريخ ظهر، السعودية هاك العلماء تاع السعودية يعني ظهروا المرأة. جامع الزيتون حمد البلومي هاك الاخر اسمه الياس وظهروا كلمه المراه ناجحه. علاش اليوم قاعد تعكسي؟ علاش قاعد تهق؟ شنو طلباتك؟ طلباتي ناجحه دول العرب، ما يقعدوش استعمار هذا يخرج، مستعمر برد قلبه، تخرج لامريكا، تخرج لفرنسا، تخرج اليهود، ما نقعدوش في استعمار. انا ما يهمني لا الغنوشي لا قيس سعيد لا حتى واحد، يهمني صغارنا. لحظة، يهمني صغاري كيف باش يترباو. شنو طلباتك؟ طلباتي كيما عشنا مع غيرهم وهما نازلين علينا، هي بيدها الحكاية. يشوفونا امورنا. انا عمري تو 34 سنة، بابا عرست عمري 27 سنة، بابا عمره ما جابلناش حليب، بابا عمره ما جابلناش حاجة ناقصة، برغم بابا زوالي. انا توا انا نخدم ومرتي تخدم والحليب والسكر ما ثماش، الزيت ما ثماش، ويجي العباد تعيط. كلهم بالغنوشي بقيس سعيد بالناس كله يشوفوا حل يسيبوا لغيرهم. انا اللي اسفني اليوم في النهار هذايا اللي يلزم الشعب الكل يجي كلمه واحده ويد واحده ونقفوا يد واحده في صالح تونس، في صالح الشعب الزوالي، في الشعب اللي تدمر، في الشعب اللي ده مش قاعدين كل واحد وهو يغني من شيره على طرق نفسه. وراهو الشعب التونسي هذايا قبل الثوره ما كانش مفرط وما كانش منقسم هكا، مستحيل كان منقسم هكا. كنا كلمه واحده وكنا بلاش الانقسامات هذيك الكل. نورمالمون اليوم نتحدثوا على فيما يخصنا، نشجعوا رئيسنا ويواصل للقدام ويشوفنا امورنا كيفاش. اذا كان نجحت الحكايه نجحت، ما نجحتش مش لازم نجحت. سبب وجودك اليوم في عيد الثورة في شارع بورقيبة؟ أنا جيت تنفيذا لتعليمات السيد والي تونس. قال ما تجيوش شارع ثورة، بما أنه اللي يقولوا المسؤولين نتاع العلو والشاق لازم ديما ناخذوه بالعكس، إذا جيت. معناها أنت ما عندكش طلبات اليوم تحب؟ ما عنديش طلبات، أنا جيت نعبر على موقف، لأنه الطلبات تقدم الجهة وحاليا ما ثماش جهة تقدم الطلبات. موقفي هو رفض الحكم الفردي، هو رفض أنه ثم جهة في البلاد تحدد لي المربع اللي نتحرك فيه. السيد الوالي قال مشيوا للساحه نتاع كومار عملوا فيها تجمعكم. انا قلت اذا يحب يعمل اجتماعات الولايه في ساعه كومار يتفضل، ولكن قال انه طلبوا مني ترخيص، نحن ما طلبناش ترخيص. جاوبنا في صفحه الولايه قلنا له نحن ما هبطنا لكش الاعلام في صفحه الجبهه، اذا ما ناخذوش الجواب توازي الصياغه ولا الاجراءات. وثانيا قال النيه تتجه الى